السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا لكم تاني برنامجنا الجديد دريني اليوم. دريني اليوم مع الأستاذ جمال السيد. أهلا بك يا أستاذ جمال. أهلا بك يا أستاذ مسعود. عبده برنامجنا الجديد. طبعا في أول برنامج بنتكلم عن اللي عايز ينزل إعلانات عندنا على القناة. يا جماعة أهلا بيه. قناتنا معروفة، يعني قناة نور للإعلان. هتخش على جوجل هاني البلاس بالعربي أو قناة نور للإعلان على الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. طبعا ما تنسوش ان يوم الجمعه ان شاء الله 11 بث مباشر من اكاديميه ريال مدريد مع الكابتن يوسف الجبالي. يوم الجمعه ايضا الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره نقل حفل زفاف الاستاذ عبد الجواد العطوي من قاعه الشيماء طريق درين تيرا. الف مبروك مقدما للاستاذ عبد الجواد العطوي. اتفضل يا استاذ جمال مع حضرتك. اتفضل فندم. درين اليوم هي بلدنا الجميله، فيها رسالنا طويله. نعم. وهي ارض المولد والملاهي وارض المواسم وارض الاحلام. ودرين دي اجمل بلد، منها منشأنا وموطننا وحلالنا، وهي من جمهوريه الدلتا. هي من جمهوريه الدلتا الاربع جهات. فربنا يقدرها الى ما هو تمام. استاذ مسعود. شكرا يا استاذ هاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. درين قريه جميله تقع في وسط الدلتا، تابعه للمحافظه الدقهليه. درين بلد لها تاريخ، فيها عبد العزيز الدريني من اولياء الله الصالحين ومن الاشراف. الله يرحمه الراحل عبد الناصر رحمه الله عليه. جاء درين بعد الثوره مباشره، بعد ثوره 52 وزع الاراضي لنا او الفلاحين عامه. احنا كلنا فلاحين. بلد يعني الحمد لله يعني فيها نهضه نوعا ما يعني، بس تشتهر بالزراعه والصناعه. نعم، تشتهر بالزراعه. بلد تاريخ يعني فؤاد سراج الدين برضه هنا. سراج الدين وبلد وفديه يعني. وام كلثوم جت هنا. ام كلثوم نعم جت هنا. وابراهيم شكري ورياض السنباطي جه. رياض السنباطي واحمد رامي يعني. وطبعا الملك فاروق ومهندس صفوت شاهين مؤسس السد العالي. مؤسسين السد العالي. وطلبوا الراحل جمال عبد الناصر. وطبعا الراحل برضه اسامه نور الدين الكاتب مسرحي. وطبعا عندنا طبعا ممثلين كتير بس احنا مش كان دلوقتي. وطبعا احنا كل كلامنا النهارده في البرنامج اليوم اللي احنا كلنا يعني يبقى فيه اخلاص، يعني الاصدقاء تحب بعضها وتساعد بعض، والناس تدي المعاش واللي معاه يدي اللي معهوش، والدنيا تبقى حلوه كده. رغم الازمات يعني ان شاء الله ربنا يسهل وتبقى يعني باذن الله الايام اللي جايه كلها خير باذن الله. هنطلع فاصل يا استاذ جمال وهنرجع لحضرتك تاني.